اتفضلي يا ستي 500 جنيه اهم من ال1000 اللي عليا، كده بقى يتبقى لك 500 لما ربنا يفرجها هبقى اديهم لك. تمام يا ماما، ما تخلي يا حبيبتي انا مش مستعجله يعني. مش مستعجله؟ طب وبالنسبه لل1000 جنيه اللي عليكي ليه؟ لو صبر القاتل على المقتول. اتفضل يا سيدي 500 هم ويتبقى لك 500. ماشي، هتجيبيهم امتى؟ ربنا يسهل يا سيدي، ما تستعجلش على رزقك. طب وبالنسبه لل1000 جنيه اللي عليك يا احمد ناسيهم ولا ايه؟ لا طبعا يا ماما مش ناسي، اتفضلي 500 هم ويتبقى لك 500. شفت ربنا فرجها بسرعه ازاي؟ ادي ال500 اللي باقيين عليا كده خالصين. تمام تمام يا ماما، اتفضل يا سيدي ادي ال 500 اللي باقيين عليا كده خالصين. تمام تمام يا ليلي، اتفضلي يا ماما ادي ال 500 اللي باقيين عليا كده خالصين. تمام تمام يا احمد. ايه بقى اللي حصل ده؟ ايه يا ماما، سددنا ديوننا والحمد لله. الحمد لله، هم ونزاح، ما بحبش الديون. ايوه بس انا يعني مش فاهمه حاجه. طب يا ماما لو تفتكري انا كنت طالبه منك 1000 جنيه سلف كده لحد ما ربنا يفرجها. ايوه طبعا فاكره، خد ال500 دول وهتصرف لك في الباقي. طب يا ليلي، كان في 1000 جنيه طالبهم منك عشان البلاي ستيشن اللي انا هجيبه. مش ناسياك والله، خد ال 500 دول وهتصرف لك في الباقي. طيب يا احمد ال1000 جنيه اللي كنت قايله لك عليها اخبارها ايه؟ والله يا مامي ما فيش غير 500 جنيه دلوقتي، خديهم وهتصرف لك في الباقي. كفايه بقى انا زهقت. كده فريده خدت 500 وانا كان عليا ليها 1000 والباقي بقى لما ربنا يفرجها.